ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة جايبه لكم بجد اختراع. في الاول عايزة اسلم عليكم بجد، انتوا وحشوني جدا جدا جدا. انا بقى كتير قوي ما صورتش فيديوهات، بقى كتير ما بنزلش حاجات، بس بجد انتوا وحشتوني. وكمان يعني لولا في حاجة مهمة قوي حابة انزلها لكم، لولا ما نزلتها لكم. بس بجد ده اختراع. ايه الاختراع ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعة ده؟ يعني عايزة اقول لكم بجد تحفة تحفة تحفة. طبعا هو قدامكم، طبعا في بنات تعرفوا وفي بنات ما تعرفوش. عايزه اقول لكم بجد ايه الاختراع ده يا جماعه ده؟ بجد يا جماعه ايه ده؟ ايه التحفه دي؟ طبعا كريم الوجين يوريا كريم. طبعا ده معروف وغني عن التعريف، والناس كلها عارفاه، والبنات عارفاه، في معظم البنات عارفاه، وفي يمكن البنات كلها عارفاه كمان. بس بجد يا جماعه ايه ده؟ ايه اللي الشركه منزله فعلا؟ حاجات حاجات قوية جدا ومصرية. ايه ده؟ وكمان يعني بصوا الحجم بتاعه. عايزة اقول لكم الحجم بتاعه. ايه التحفة دي يا جماعة دي؟ طبعا كريم يوريا كريم دي ألاجون يوريا كريم. ده يا جماعة ده معالج لجلد الوزة. المعالج فعلا حلو قوي. في نسبة يوريا 10%، في نسبة شيا، كريم زبدة شيا، في هيرونيك أسيد، في زيت الحلو، في حاجات كتير. بس بجد يا جماعة ده معالج لجلد الوز ده في خلال أسبوع، في خلال أسبوع بالظبط هتلاقي جلد الوز ده كله راح، هتلاقي ايديكي ناعمة، رجليكي ناعمة. ايه ده يا جماعة؟ ده انبهار انبهار يا جماعة. اقل من اسبوع، 3 ايام بالظبط، من اول 3 ايام لاسبوع هتلاقي ايدك في حتة تانية او رجليكي في حتة تانية. بيعالج التقشقات، بيعالج الركب، بيعالج ايديكي، كوع ايدك. يا جماعة ده ايه ده من كتر انبهار يا جماعة انا نزلته لكم. وطبعا في يوري 10%. طبعا هو هيقشر بنسبة بسيطة جدا، بس التقشير هياخد معاكي وقت في التفتيح، يعني التقشير هياخد معاكي وقت شوية. يعني ممكن تاخدي من شهرين 3 شهور، او من 3 شهور اللي انت طالع. بس بالنسبة لمعالج جلد الوزة في خلال اسبوع بالظبط، وهتلاقي ايديكي في حتة تانية خالص. طبعا بالنسبه لسعره، هو سعره صراحه مش رخيص، يعني سعره مش رخيص. في ناس ممكن ما تشوفوش رخيص، وفي ناس تشوفه رخيص. انا بالنسبه لي مش رخيص، عشان دوت اصلا. هو بالنسبه لحجمه حلو قوي، بالنسبه لحجمه السعر حلو قوي. هو بصوا يا جماعه 200 جرام. 200 جرام بكام؟ انا جايباه ب 380 جنيه. يعني بالظبط 400 جنيه. في ناس كنت بشوف في صيدلات ب 450. في صيدلات، يعني في صيدلات وصيدلات بيقولوا يا جماعه 380 ده سعر قديم. السعر الجديد هو 450. بس يعني 500 جنيه يعتبر، او 450. بس يا جماعه ايه ده يا جماعه؟ تحفه تحفه تحفه. انا بجد بصوا ايديا، بصوا ايديا يا جماعه. دي من الصبح، سيبكم من الحبايه ديت اللي طلعالي. بس ده من الصبح، عارفين دوت ده يا جماعه مش زيت ده يا جماعه، ده الكريم دوت، ده من الصبح، من الساعه 7 الصبح. ده في خلال 48 ساعه ما بتشيلش، يعني انت تحطيه الصبح لغايه تاني يوم الصبح. لغايه تاني يوم الصبح يا جماعه، بجد لغايه تاني يوم الصبح. بص ايديا، يعني بتلاقي الكريم زي ما هو في ايدك، زي ما هو في ايدك. يعني انتي ما بتشيليش حاجه، ما بتحطيش حاجه، ما بتعمليش حاجه. ايه يا جماعه الانبهار ده؟ بجد تحفه. وكمان بيفتح، وبس التفتيح بتاعه بسيط، مش التفتيح الجامد قوي بصراحه يعني. التقشير بتاعه مش او نسبه ال10%، بياخد وقت. انا قصدي بياخد وقت في التقشير. يعني انتي لو فاكره اللي هو هيقعد، ما هيقشر معاكي في اول اسبوع بقى، ولا تاني اسبوع، ولا في اول شهر، ولا في شهرين، لا. ممكن من بعد 3 شهور ايديكي بقى هتبدا التقشير بتاعها. ده بقى استخدميه بقى في الشتاء، بس ده يا جماعه مش محتاج شمس. عشان ملحوظه بس يا جماعه، مش محتاج شمس. لو هتنزلي في الشمس لازم تحطي صن بلوك. آه ده ممكن تحطيه في الشتاء، هيفرق معاكي جدا. يعني انت لو كل يوم ملتزمه عليه في الشتاء، هتلاقي ايدك في حته تانية خالص. طبعا احنا عشان في نازل في وقت الصيف ممكن ايديك تتعرض للشمس، في الشتاء بقى هتلاقي ايديك في حته تانية خالص. طبعا انت ما بتتعرضيش للشمس، هتلاقي الجو حلو. هتلاقي الدنيا حلوة. لا، هتلاقي دي في حتة تانية خالص في خلال شهر. اما بالنسبة للصيف، لا طبعا هياخد وقت، التشريح هياخد وقت، الاسمرار هياخد وقت، كل حاجة بتاخد وقت. بس بالنسبة لجلد الأذى معالج في اسبوع، معالج لوحده في اسبوع يا جماعة.
بس انا حبيت اقول لكم عليه وهقول لكم على الانبهار دوت بجد يا جماعه. وشكرا للشركه بس اللي هي منزلاه تحفه تحفه تحفه. بس يا جماعه وحبيت اقول لكم عليه، وحبيت يعني اقول لكم على السعر بتاعه واقول لكم على الجرام بتاعه بس. وادعوا لي بقى يا جماعه بقى عشان قلت لكم على على المنتج دوت، يعني بجد ادعوا لي. بس كده، واشوفكم على خير بقى، واشوفكم في فيديو تاني، وان شاء الله هنشوف فيديوهات تانية. بس يلا عايزين يلا، انا كنت عايزه لكم عاوزين مني حاجه. باي باي، اشوفكم بقى على خير.